مساء الخير، انا مشاهده سياحيه ودي قناه هيستوري هاوس. اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه. لو في حاجه انت عايزنا نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهارده قصه حياه فنان في دقيقه، وفنانتنا النهارده من نوع مختلف. هي في الحقيقه ملهاش اي لقب، بس احنا ممكن نقول لقبها من اسمها، وهي ماري باي باي. اسمها الحقيقي هو بهيجة محمد علي. اتولدت في 29 يوليو 1917 وتوفت في 1997. ماتت عندها 80 سنة. ماري باي باي قصتها حلوة قوي وغريبة شوية. هي أهلها من الشرقية متعصبين جدا، ما كانوش موافقين خالص ان هي تمثل، لأن في الوقت ده التمثيل كان مشخصاتية، بيشخصوا الحاجات. فقررت ان هي تهرب منهم وتغير اسمها. حاولت بكل الطرق تغير اسمها، سموها أسامي كتيرة قوي. اشتغلت أول حاجة عند بديعة مصابلي. الكازينو بتاعها زي ما اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت هو كان كازينو وتياترو. كان بيبقى تياترو للعائلات طول النهار لحد الساعة 12 بالليل. أول ما العائلات بتمشي بينقلب كازينو للإنجليز. حاولت بديعة مصابري تساعدها وغيرت اسمها، سميتها من بهيجة لماري عشان يبقى اسم كده قريب قوي كده من الإنجليز ويبقى سهل عليهم. كانت تقعد مع الزباين اللي هم العساكر الانجليز مدة معينة، تايم معين، واول ما تخليه يفتح لها الازايز تقوله excuse me وتمشي، excuse me وتمشي على طول، ما ترجعش تاني. فيقولوا له يا جماعة هي فين ماري؟ يقولوا ماري باي باي، مشيت يعني. فسموها، كل ما حد يجي يسأل عليها يقول ماري باي باي، اللي هي الست اللي ما بتقعدش كتير. فعشان كده جه اسمها من كده. بدأت رقاصة وبتقعد مع العساكر الانجليز. هي ما كانتش بتعمل اي حاجة وحشة، الله يرحمها ويرحم الجميع. هي كانت فكرة ان هي تقعد وتفتح ازايز زي شغلانات ناس كتيرة قوي. مع مرور الوقت فضلت تت... تتنقل من مكان للتاني، راحت العراق، راحت لبنان، لفت في كل الدول العربية. وبعد كده اشتغلت في كازينو بيبة عز الدين، الكازينو اللي عملته بعد ما بديعة مصابري عملت معاها مشكلة. المهم فضلت تتوالى الأحداث لحد ما مخرج شافها وجابها في فيلم. هل هي عملت أفلام كتير جدا، وكان أدوارها بتبقى كوميدية خالص. كانت في الأول عبارة عن تريقة. الست اللي شكلها مش ألطف حاجة هنجيبها نتفرج عليها نضحك عليها هتمشي الدنيا وخلاص. نفس الفكرة دلوقتي بيعملوها مع الناس اللي أشكالها مش لطيفة. من أهم الأفلام اللي عملتها هو عاشور قلب الأسد، والغيبوبة، والنصاب، ومنطقة ممنوعة، وأهلا يا كابتن، وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وكمان حب من 3 أطراف، 2 في 1، الراية الحمراء، اللعبة المجنونة، أذكياء لكن غرباء. وكمان عملت مشهدين محفورين في السينما المصرية. المشهد الأول في فيلم مطاردة غرامية، لما فؤاد المهندس كان قاعد عمال يدي دروس للدكتور النفساني بتاعه اللي المفروض كان بيعالجه من حبه للجزم بتاعة الستات، اللي هو عبد المنعم مدبولي الله يرحمه، هما الاتنين. وحب يطبق الفكرة وقال له أول ما تمشي تمسك الجزمة وتروح موطي وقايل الكلام الحلو. فعلا وهو ماشي عجبته رجل الست فوط عليها ومسك الجزمة، قال لها جزمتك يا هانم، نعل جزمتك يا هانم، وقعد يتكلم في كلام شاعري. اول ما رفع وشه لقاها ميري باي باي، فقعد طبعا يصوت ويعمل. ده مشهد كلنا لما بنشوفه بنقعد نضحك عليه ولا يمكن ننساه. فيلم تاني البحث عن فضيحة، كلنا اتفرجنا عليه ومن اهم الافلام الكوميدية للزعيم عادل امام. في مشهد وعادل امام داخل بيكلم سمير غانم، فسمير غانم داخل للمكتب. فاول ما دخل لقى سكرتيرة حلوة جدا من ورا، اول ما لفت لقت باروكة حمراء وميري باي باي قاعدة.
اشتغلت في المسرح كتير جدا، ومن اهم الحاجات اللي عملتها مثلتها مع سمير غانم الله يرحمه. ميري باي باي قصة حلوة جدا، ممكن نتعلم منها حاجة بسيطة قوي، ان الاصرار حلو. هي اصرت ان هي تعمل حاجة كان اهلها فاكرينها ان هي حاجة بشعة، وهو التمثيل. واني وقت زمان مختلف تماما عن وقت دلوقتي. زمان كانوا بيسمين الممثلين مشخصاتية وحاجات مش لطيفة، وكمان ما كانوش بياخدوا الشهادات بتاعتهم في المحكمة. وكان اي واحد منهم كان بيجي يتجوز فيقول له انت هتتجوز مشخصاتي، انت هتتجوزي مشخصاتي. راجل ست كانوا بيسموه مشخصاتي، ما عندهمش مشخصاتية وكده يعني. راجل وست مسمينهم نفس الاسم، فالناس غريبة جدا وتفكيرهم غريب جدا. فشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، وتكتب لنا في الكومنتات عايز تسمع قصص حياة مين تاني. سلام. قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، عشان كده هنتقابل في الحلقة اللي جاية مع قصة حياة فنان في دقيقة.